في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل خبز التورتيلا. سهل جدا، هنعمله بالمية والدقيق فقط لا غير. يعني مش هياخد اي مقادير كتير، وهتعملي شوية عيش تحفة جدا يا جماعة. هتعملي بيهم سندوتشات، هتعملي بيهم ممكن تستعمليهم في سحور رمضان. حلو قوي، هيبقى لسحور رمضان وسهل جدا. ممكن تقطعيه كله، هوريكي ازاي تفرديه، ازاي العجينه بتاعته تبقى ناجحه معاكي من اول مره، ازاي يبقى طري معاكي كده ويبقى تحفه في السندوتشات. طعمه خرافي جدا، احلى من اللي بيتباع بره بكتير قوي. آه كمان هوريكي ازاي التسويه بتاعته المظبوطه، وهتسويه على على البوتاجاز من فوق، ومش هندخله الفرن ولا اي حاجه، وهيطلع معاكي طري جدا زي ما انت شايفه كده، وناجح جدا للسندوتشات، وحلو جدا لسحور رمضان. وممكن تعملي لاولادك سندوتشات للمدارس كمان. يعني يعني هو وصفه عيش ممتازه جدا. فتابعوا معايا الفيديو علشان نشوف التفاصيل ونشوف ايه المقادير بتاعه العيش عامله ازاي. شايفين العيش بيتكلم عن نفسه. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا معايا ايه 3 كوبايات دقيق. دول 3 كوبايات دقيق عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر. 3 كوبايات دقيق عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر بس، مفيش اي حاجه تانية معاهم. تمام. عشان الملح زي ما احنا متعودين هنحطها في الميه علشان تدينا عرق تساعد على عمل العرق في الدقيق. تمام، عشان احنا عايزين العجينه دي ليها عرق. تمام. معانا هنا بقى قطعه زبده حوالي 75 جرام، او يعني مثلا 3 معالق زبده كده بدرجه حراره الغرفه. هتحطيهم على الدقيق وتفركي الدقيق كويس قوي، يعني زي ما تكوني بتبسيه كده لغايه اما يتغلف كل حبيبات الدقيق بالزبده، يبقى عامل زي حبيبات الرمل زي ما انت شايفه كده. تمام. او انا بوريكي هنا ان هو عامل زي حبيبات الرمل. انا غلفت كل الدقيق بالزبده. بعد كده الخطوه اللي بعد كده انا هعجن بميه سخنه. تمام، هعجن بميه سخنه. الميه دي فيها رشه الملح، مش رشه، فيها حوالي ربع معلقه ملح صغيره. قلبتها مع الميه كويس علشان تساعد على عمل العرق بطريقه اسرع. تمام كده. العجينه ملمسها ايه؟ العجينه طريه جدا بس مش بتلزق، طريه جدا بس مش بتلزق، يعني بعد ما بتعجنيها بتلاقيها طريه قوي قوي معاكي، ولكن ما بتلزقش في ايديكي بعد ما بتخلصي العجن خالص. تمام. هنفضل نعجن فيها لغايه ما تكون معانا عرق. العرق يعني ايه؟ العرق يعني بتمطي العجينه كده، بتشد العجينه كده في ايديكي فبتلاقيها مش بتتقطع. لو بتتقطع يبقى لسه عايزه تتخدم وتتعجن معاكي كمان شويه. مدة العجن من 10 لربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة، ولكن حسب جهدك انتي ومجهودك في العجين. تمام. ممكن تكوني انتي سريعة تاخدي 10 دقايق، ممكن تكوني انتي لأ فتاخدي ربع ساعة. ده هيبقى حسب مجهودك في العجن. تمام. تمام. اهم حاجة ان العجينة تكوني بتشديها زي ما انا بشدها كده، زي ما انتي شايفة كده، ولكنها ما بتتقطعش، بتبقى عاملة معاكي زي الاستيك. تمام. تمام. بعد كده، بعد ما العجينة عجناها وبقت العجينة زي ملمسها ناعم وبقت عاملة زي الاستيك كده، تكونت العرق زي ما احنا عايزين، بنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. وبعد كده بنقطعها كرات. ال3 كوبايات دقيق اتعملوا معايا حوالي 12 كورة. تمام، يعني 12 رغيف. الكوباية اللي انا بعاير بيها هي الكوباية المعيارية اللي هي 250 ملي. يعني لو عندك اي مج او اي كوباية سعتها 250 ملي هتعايري بيها الدقيق، او باي كوبايه عندك بقى. ومقدار الزبده انت هتقدريه حسب الكوبايه اللي عندك. تمام. تمام. انا هنا بقى بوريكي ازاي بكور شايفين انا باخد ايدي كده مسحه زيت في ايديا او في العجينه، وببطن ايدك كده بتدوسي على العجينه وبتكوريها كويس او بتنعميها في ايديكي، فبتبقى معاكي بالمنظر ده، عشان لما تيجي تفرديها تتفرد معاكي بشكل دائري، وتبقى سهله معاكي في الفرد. انا بعد ما خلصت غطيت العجينه لمده تلت ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه عشان ترتاح. بعد ما العجينه ارتاحت هجيب شويه دقيق واحط كل كوره من العجين في الدقيق، وهبدا افرد العجين. انا هنا فردت مثلا يعني نص العجين، نص الكرات دي او نص العيش، وبعد كده قمت سويته، وبعد كده فردت الباقيين وبعدين سويتهم. تقدري تفردي العجين كله مره واحده وبعدين تسويه،
وتقدري كمان تفردي وتسوي وانتي بتفردي، يعني تفردي وتسوي وانتي واقفة، الاتنين مع بعض لو انتي هتقدري تعملي ده. تمام. تمام. درجة الحرارة بتاعة التسوية هقولك عليها واحنا بنسوي، عشان الرغيف بتاعك يطلع معاكي مدور ومتساوي على الى حد ما. هتبدأي تعملي ايه؟ هتبدأي تفردي العجينة من الجهة، وبعد كده تقلبيها على الجهة التانية وتفرديها برضو، عشان تفضل العجينة معاكي بشكل دائري وما تديكيش الشكل البيضاوي. فلازم تفردي من الناحية دي ومن الناحية دي لغاية اما العجينة يبقى سمكها رفيع جدا زي الورقة، وتبقي وانتي بتفردي كده شايفة كده ايه السطح اللي انتي بتفردي عليه، يعني السطح اللي انتي بتفردي عليه بيبقى باين كده من العجينة، تبقى العجينة زي ما يكون شفافة. تمام. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا ببدر بالدقيق وبفرد، وبفرد كده بالنشابة. هنفضل نعمل بالشكل ده لغاية ما نخلص. طيب هنحط بقى دلوقتي العجين على ايه؟ العجين انا حطيت له فوطة بتاعة مطبخ نضيفة، اللي هي انا مخصصاهم للعجين فقط لا غير. بعمل ايه؟ بحط الفوطة على صينية وبحط عليها العيش. ما ينفعش ابدا احط العيش على صينية كده على طول، عشان ممكن يلزق، او على الرخامة واسيبه. لازم يا اما بقى على الفوطة يا اما على المفرش السيليكون، بس برضو على المفرش السيليكون احتمال كبير ممكن يلزق منك. الافضل على فوطة. الفوطة هي احسن حاجة تفرزي عليها العيش زي ما قلت لكم قبل كده. تمام. تمام. طبعا احنا ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هنعمل وصفات كتير جدا لرمضان، وهنعمل حاجات تنفع للسحور، وتنفع لايه، وتنفع للفطار. فطبعا تابعوني ان شاء الله، هتشوفوا كل جديد وتشوفوا وصفات حلوة جدا هتعجبكم بإذن الله. ولو انتي لسه جديدة معايا في القناة ولسه ما اشتركتيش، انزلي اشتركي واكتبي كومنت حلو كده عشان انا انزل ارحب بيكي، وشيري الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن. ولو انتي من المتابعين المحترمين برضو حطي اللايك واكتبي كومنت حلو علشان تشجعيني. بس انا هنا بقى بخلص وبنفض العجين ال... الرغيف العيش كده من الدقيق اللي انا كنت ببدره بيه، وهحط الرغيف كده زي ما انتوا شايفين على فوطه زي ما قلت لكم. هعمل بقى انا هنا ايه؟ مثلا نص العيش، وبعد كده هقوم اسويه، وبعد كده ابدا اعمل ايه النص التاني. وزي ما قلت لك تقدري تفردي العيش كله وتسويه وبعدين تسوي، وتقدري تسوي وانتي بتفردي. اهم حاجه في العيش او اي معجنات محتاجه عرق انك تخدمي العجينه كويس في العجن. تريحي العجينه كويس في كل مرحله، يعني بعد ما العجينه تتعجن تريحيها، وبعد ما العجينه تتشكل كده او تتقطع تريحيها. دي اهم حاجه في العجين اللي بياخد عرق، لازم كل حاجه ترتاح عشان تقدري تفردي، عشان تفرد معاكي وما تبقاش زي الاستك معاكي. لازم تعملي كده. وكمان اهم حاجة ان الدقيق بتاعك دايما يكون منخول، سواء كيكات او معجنات لازم الدقيق ينخل كويس جدا. رشة الملح لو انت عجينة هتعملي فيها عرق، يبقى رشة الملح تبقى في المية وما تبقاش على الدقيق زي ما احنا متعودين. تمام. هتعجني العجينة كويس قوي تخدميها. ممكن تعجني شوية وبعدين تريحي مثلا دقيقة ولا حاجة او دقيقتين، وبعدين تبدأي تعجني تاني علشان تقدري تدي العجينة حقها في العجن. تمام كده. تمام. انا هنا بقى بوريكي واحدة تانية، وبعد كده هنقوم نسوي على طول وتشوفي بقى ايه التسوية المظبوطة للعيش التورتيلا. شايفين؟ هتفضلي تعمليها زي ما انا بقولك كده، فهتطلع معاكي دايرة مظبوطة زي ما انا بقولك. هتجيبيها الناحية دي شوية والناحية دي شوية، فهتطلع معاكي دايرة مظبوطة لحد ما
تمام. مش هتاخد شكل بقى ايه غريب او شكل كده بيضاوي او حاجة، لا. شايفة؟ انا هنا كنت بوريكي السمك بتاع العجينة، انا بوريكي السمك بتاع العجينة. هنبدأ بقى نخش كده على البوتاجاز علشان خاطر نسوي. هنسوي ازاي؟ انا هنا حطاه على العين العين العادية بتاعة البوتاجاز الكبيرة، فبتخلي العين عالية قبل ما تحطي العيش. بعد كده بتوطي كده ايه على الوسط وتبدأي تسوي. اول ما تبدأ تظهر معاكي الفقاقيع دي بتقدري تقلبي العيش على الناحية التانية على طول. ومعاكي بقى فوطة محطوطة كده، وتحطي العيش في قلب الفوطة وتقفلي عليه على طول علشان العيش يفضل معاكي طري ما ينشفش منك، عشان العيش ده رقيق جدا ولو اتعرض للهواء هينشف بسرعة. والافضل كمان انك تحطي الفوطة جوه شنطة، يعني تحطي الفوطة جوه شنطة وتكوني نتنيها نصين، وتحطي العيش ما بين الفوط في الفوطة كده، ما تخلوش يعني يلمس الشنطة، لكن يكون جوه الفوطة بس علشان يفضل طري معاكي لغاية اما تخلصي كل الكمية. بين رغيف والتاني هنمسح الصينية بفوطة او بمنديل ورق، منديل مطبخ، ونحط علشان الدقيق بس اللي في العيش ما يحرقش الصينية او ما يحرقش الحاجة اللي انت بتعملي عليها، فده يطلع في العيش فيبقى ممرر معاكي مش هيبقى حلو. عرفنا بقى احنا هنسوي ازاي، هي دي طريقة التسوية المظبوطة. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شعبان. ان شاء الله شهر شعبان هيبدأ. آه اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واحنا في اتم صحة واحسن حال ان شاء الله. ربنا ايه يبلغكم رمضان كده وانتم بصحة جيدة ومبسوطين وسعداء ان شاء الله. شايفين؟ مفيش اسهل من كده، ما بياخدش معاكي يعني في التسوية 10 دقايق. لو انت خصوصا بقى عملتيهم وقفتي تسوي بس، فمش هتحسي بتعب. انت ممكن تقعدي تفرزي وانت قاعدة وتحطيهم كلهم بقى كده في صينية كبيرة او صينيتين، وتقومي على طول تشتغلي في التسوية، فمش هياخد معاكي حاجة خالص في التسوية، هيستوي بطريقة سريعة جدا. شايفين يا جماعة العيش شكله تحفة ازاي، طري جدا وطعمه تحفة، طعمه حلو جدا. يعني تعملي سندوتشات بالجبنة، تعملي بيه سندوتشات شاورما، تعملي بيه سندوتشات، يعني حاجات كتير جدا. ينفع اول لسحور رمضان. يعني لو انت عجنتيهم وسبتيهم كده بعد الفطار كده، قعدتي تعجنيهم وتسيبيهم يرتاحوا وتقومي تخبزيهم وتاكلوا عيش طازة كده، حلو جدا احسن ما تشتري عيش من بره. هتلاقيه غالي بقى، والسنة دي كمان هيبقى غالي جدا. لا، اعملوا العيش في البيت، وانا هعمل لكم كذا وصفة للعيش. احنا كنا عملنا وصفة قبل كده، هسيبها لكم في صندوق الوصف و او في الاي فوق. وكمان هنعمل عيش تاني كتير، وهنعمل حاجات تانية كتير لسحور رمضان. فتابعوا معايا القناة ان شاء الله، في فيديوهات كتير قوي هتعجبكم وتستفيدوا منها باذن الله. بس بقى انا هكمل الباقي مع نفسي، وبعد كده هوريكم كل العيش بعد ما خلصناه عامل ازاي. بصوا العيش طري ازاي، شايفين؟ عيش ناجح جدا. العيش طري. انا بوريكي بقى يعني 3 كوبايات دقيق عملوا معايا كمية قد ايه من العيش، 12 رغيف، تخيلي. والعيش طري وتحفة وطعمه في منتهى الجميل.
لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشيروا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، واشتركوا في القناة. شايفين انا بوريكم شكله عامل ازاي؟ تحفة يا جماعة، جربوه مش هتندموا. واشوفكم على خير في فيديو جديد.